مرحبا متابعيني، شلونكم اخباركم؟ طبعا اليوم عندنا طريقة عمل كب كيك صحي، ومكونات كلها صحية وراح كلش تستفادون منها، مرضى السكر والعاملين الحمية. هاي طبعا مربى صحية ان شاء الله قريبا هم انزلها لكم، مربى المشمش. وهاي عندنا قطعة من الكب كيك راح نفتحها قدامكم، وراح نخلي هاي الصوص بيها، وشوفوا الطعم رهيب من تجربوها ان شاء الله وتشوفوها. وهاي راح نذوقها وياكم، واي واحد يجرب طريقتي اتمنى يكتب لي بالتعليقات شنو رايه بهاي الطريقه. ما شاء الله كلش طيبه، والله العظيم كلش طيبه. وهسه نبدي وياكم الطريقه حبايبي. اول شي عندنا هذا الشوفان كامل الحبه، عندنا طبعا ظرفين ستيفيا، وعندنا بيكنج باودر ظرف، وعندنا فانيلا ظرف، عندنا ملعقتين زبده، وعندنا كوب من اللبن الرايب او الزبادي، وعندنا هريس اليقطين او القرع، عندنا بيضتين، وعندنا كوب من الشوفان، وبعد عندنا اضافات قرفة او ملح، طبعا ما طلع بالتصوير عندي، ما عرفاني ناسيتهن. هسه شو نسوي؟ نطحن الشوفان وناخذ منه كوب واحد بس. وهذا كوب من الشوفان بعد الطحن. وهاي المواد اللي قلنا لكم عليها كلها راح نخليها بالخلاط. طبعا حبايبي اني طبعا اصور بايد ودا اشتغل بايد، يعني اعذروني اذا طلع التصوير مالتي مو شي. خلينا هسه الشوفان كوب، وخلينا بيضتين، وخلينا هذا هريس اليقطين، هاي لاحظوا ما اقدر اسيطر يعني بيد وحده. وهاي الزبد ملعقتين، تقدر تبدلونه بزيت الزيتون ملعقتين عادي. وهاي عندنا الزبادي كوب، وهاي الستيفيا طبعا ظرفين، تقدرون تبدلوه بملعقة من العسل. وهاي طبعا فانيلا، وظرف ستيفيا الثاني، وراح اخلي ظرف البيكنج باودر، وهاي البيكنج باودر، وهاي ملعقة من القرفة او الدارسين، انتو على راحتكم، متى تخلوها لا تخلوها ماكو مشكلة، بس ويا القرع الدارسين كلش طيب او القرفة. وعندنا ملعقتين من الخل الابيض ضفتها على مود زفاريت البيض، وهم ينطي هشاشة للكيك وشوية ينفشه. وهاي عندنا قوالب، واحد سيليكون وواحد ألمنيوم، طبعا الألمنيوم راح ندهنه قليل من الزيت، سيليكون ما يحتاج لأن ما يلتصق بيه الكيك نهائي. وهسه تشوفون الخليط بعد ما ضربناه بالخلاط كله، شوفوا شلون صار. يعني هاي الوصفة كلش مضبوطة، يعني القياسات كلها مضبوطة. لاحظوا أصدقائي الموبايل دا أصور بإيد ودا أخلي بالكب كيك ودا يوقع مني ايدي، يعني عذروني. بس يلا نسيطر عليه ان شاء الله، راح امسحه وماكو مشكلة. وهسه بالشوي راح تطلع عندكم مال المسح منه، امسحها راح تطلع عندكم القالب شوية صاير بيه يعني بقايا، حتى صاير بيه حرق. هاي كملنا هذا القالب، هاي باعد امسحها بالكلينس. طبعا حبايبي طريقة الشوي على درجة يعني فرن حامي ودرجة حرارة 180، والمكونات كلها تكون بحرارة الغرفة، البيض، الزبادي، الزبد، القرع كله يكون طبعا بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما يصير كيك ولا راح ينفش عندكم إذا طلعوا من الثلاجة مباشرة تسووا. هاي كملنا القالب الألمنيوم الثاني راح نخليها بالفرن. طبعا هاي كلها فوائد، وهاي النتيجة حبايبي. هسه راح نطلعها قدامكم وشوفوا. طبعا القرع اجيبه قشره واقطعه واخليه بجدر على نار كلش هادئه بدون اي مي، واقبقه واعوفه ربع ساعه، اجي القى من البخار هو مالته مستوي، وافرزه باكياس او بعلب صغار، ولا احتاج اطلع منه بهاي الطريقه. يعني اليقطين اللي كتبوا عنه وشوفوا كله فوائد، وبالاخص لو السكر والرجيم، فالشي خرافي.
والشوفان كذلك، يعني وصفتنا صحية 100%. هاي لاحظوا حبايبي الهشاشة ما شاء الله شلون طلع المنظر مالهن وهش وكلش يعني طيبات. تقدرون تحتفظون بيهن بعلبة، وش وقت ما تحتاجون تطلعون منهن تقدرون تاكلون 3 4 ماكو كل مشكلة، يعني ويا شاي بحليب او العصرية او بالريوق الفطور عادي. وهاي حبايبي وصفتنا، واتمنى ما طولت عليكم. لا تنسونا حبايبي بدعمكم حتى نستمر وياكم حتى يوصلكم كل شي جديد. تحياتي لكم أصدقائي وشكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.